السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم غادي نتقاسم معكم هاد الوصفه تاع البريوش اللي تجي بزاف خفيف ويجي هشيش ويجي المذاق تاعو روعه. هاد الوصفه سهله بزاف بمقادير مضبوطه، تحضروها هكا للكوتي تاع ولادكم، الكوتي تاع العشيه ولا لضيافكم. وصفه بزاف سهله، نتمنى منكم تجربوها. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ونخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. نبدأ أولا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الوصفة نحتاج كاس ونص تاع حليب دافي. نديرو كاس ونص، وندو أي عبارة عندكم، أي كاس يعني. ونديرو عليه مغرف ونص تاع خميرة الخبز. هنا عندي الجو شوية بارد، درت مغرف ونص. ندير عليه قرصة تاع ملح، وندير عليه سكر، كيس تاع سكر الفانيليا، وشوية زيت تاع القارص. نخلطو هنا شوية، ومن بعد نزيدو نص كاس سكر، نفس الكاس اللي عبرنا به الحليب. هنا نخلطو شوية ونغطوها بالبلاستيك الغذائي ونخلوها حوالي 10 دقائق تريح باش تتفاعل معنا هذيك الخميرة. هنا بعد ما فاتت 10 دقائق رجعت معكم خواتاتي. دروك نكملو باقي العناصر. هنا نخلط شوية ونزيد عليهم هذيك الحبة تاع البيض. نديرو حبة بيض ونخلطو هنايا باش ندخلو هذيك البيض مع داك الحليب، مع داك الخليط. نخلطو بهذا الشكل، ومن بعد نبداو نزيدوه في الفرينه. هنا في هذه الوصفه نحتاج 5 كؤوس ونص تاع فرينه. نديرو الكاس الاول ونزيدو عليه نصف كيس خميره كيميائيه، حوالي مغرف صغيره. نديرو مغرف صغيره ولا نديرو نص تاع كيس. نخلطو ونزيدو هنايا، ما تنساوش هنايا انا نسيت الكاس تاع الزيت، نص كاس تاع زيت عفوا. نديرو نص كاس تاع زيت ونخلطو. نزيدو الكاس الثاني تاع الفرينه. كما قلت لكم هذه الوصفه تحتاج 5.5 كؤوس تاع فرينه. نزيد الكاس الثالث ونخلطو شويه. هنايا غادي نخلط شويه ومن بعد نستعمل يديا. كي تبدا الخليط تاعي يتقال شويه نبدا نستعمل يديا. دروك نزيدو الكاس الرابع، ونزيدو الكاس الخامس. هنا نبدا نخلط ونبدا نزيد الفرينه تاعي بشويه. ندير الكاس الخامس ونبدا نطم العجينه تاعي. كما قلت لكم هنايا على حسب نوعيه الفرينه، تنجموا تحبسوا عند 5 كؤوس ولا ديروا كيما انا درت 5 كؤوس ونص. كما هنا الفرينه تاعي مازالت طريه، نزيد عليها نص كاس. دروك درت في العجينه تاعي 5 كؤوس ونص فرينه. نبدا نخلط فيها حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هنايا نديرها على طاوله العمل باش هكا تجيني العمليه سهله. نقلعها من هذاك الصحن تاعي ونبدا نخدم فيها. نقلع كاع العجينه كما راكم تشوفوا ونبدا نخدم فيها هكا بيدي. نبدا نعجن فيها، نعجنوها هنايا حوالي دقيقه ولا دقيقتين حتى تولي العجينه طريه معايا. هنا في هذه المرحله تزيدوا عليها مغرف تاع دهان ومغرف تاع زبده. انا هنا نسيتها الزبده، زدتها حتى من خمرت لي العجينه. نتوما في هذه المرحله زيدوا مغرف تاع زبده. هنا نغطيها ونخليها تريح حوالي نص ساعه ونعاود نرجع معكم. هنايا العجينه طلعت معايا كما راكم تشوفوا دكونفلات. هنايا انا زدت لها ديك المغرف تاع الدهان ولا تاع الزبده اللي نسيتها. كما قلت لكم نتوما ديروها قبل ما تخمر لكم العجينه. دوك نضيف هذيك المغرف تاع الزبده. هذه الزبده ضروريه اللي قديروها، ماذا بكم كما قلت لكم ديروها قبل ما تخمر معكم العجينه. هنا ندخلها ونعد نطمها مليح، هذيك الزبده تدخل مليح في العجينه تاعنا، ونبدا نقسمها الى كريات. انا نقسم العجينه تاعي الى نصفين، ومن بعد نبدا نقسم كل نصف الى دوك النصف الثاني نقسمه كما راكم تشوفوا الى قطع صغيره. هنا العجينه تاعي غادي تقطع لي حوالي 12 قطعه، يقدروا هكا القطع متساويه. ندي هنايا بلا نكون دهنته بالزبده، نبدا نكور في العجينه تاوعي ونحطهم في هذاك بلا. في هذه المرحله العجينه تاعكم تبغوا تزيدوا لها شوكولا ولا تزيدوا لها كونفيتور ولا تبغوا تخلوها ديروا لها حشو، ولا تبغوا تخلوها ناتور كما انا خليتها ناتور، تخلوها طبيعيه كما هكا.
نكور العجينات تاوعي كيما راكم تشوفوا، ونبدا نحطهم في هذاك البلا اللي كنت دهنته بالزبده. هنايا نبعدهم شويه على بعضهم، شوفوا جاتني بهذا الشكل. نغطيهم ونخليهم يزيدوا يخمروا، خليهم يزيدوا يخمروا حوالي 20 دقيقه، ونعاود نرجع معكم. هنا بعد ما خمروا لي راني دايره الفرن تاعي يسخن على 180 درجه. غادي ندهنهم بشويه تاع صفار البيض مع شويه تاع حليب، وندخلهم يطيبوا. رجعت معكم خواتاتي بعد ما طابوا، يجيو بهذا الشكل. شوفوا يجوا هنايا، يجوا بزاف طريين، ويجوا بزاف طريين كيما قلت لكم هشاش. دروك انا غادي ندير لهم شويه كلاصاج. درت 2 مغارف سكر مع نص كاس ماء، وخليتهم يغلاو حوالي 5 دقائق. وهنايا نزينهم بشويه تاع نواه كوكو. هنايا تزيين يبقى على حساب الرغبه، نواه كوكو ولا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ولا سكر كلاص. وهنايا البلا الزاوج درت عليه شويه تاع سكر كلاص بهذا الشكل. كيما قلت لكم هادو ملاح بزاف لوليداتكم هكا للكوتي، ان شاء الله تجربوهم لهم. كيما شفتوا وصفه بمقادير مضبوطه، ويجوا هشاش ويجوا خفاف. كيما هنا راهم عندي سخونين مازال ما بردوليش. شوفوا غادي نحلل لكم حبات، تشوفوا من الداخل جاو خفاف وجاو هشاش وجاو كي القطن. نتمنى منكم نتوما تاني تجربوهم لوليداتكم. كيما شفتوها وصفه بزاف سهله وتجي بزاف بنينه، جربوها وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وإلى الوصفة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.